كل عام وتونس حرة مستقلة. الذكرى 59 لعيد الاستقلال. بالوطن نحتفل اليوم بالذكرى 59 للاستقلال. قبل تاريخ 20 مارس 56 و900 وألف كانت تونس تئن تحت وطأة الاستعمار، تحاول أن تتغلب على الوجع لطرد المستعمر وكتابة مستقبل جديد للبلاد. عند هذه الذكرى نتوقف ونستعرض أبرز المحطات. أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة تونس علي المحجوبي. الاستقلال هو حصيلة كفاح مرير انطلق سنة 1881 بمواجهة الشعب التونسي لقوات الاحتلال الفرنسية، ثم انتهى بمقاومة الاستعمار بالسلاح بعد أن يأست الحركة الوطنية التونسية رغم اعتدالها من بلوغ هدفها بالطرق السلمية وحدها. وقد مر الكفاح الوطني منذ احتلال فرنسا لتونس سنة 1881 بمراحل عديدة. مرحلة ثقافية ترمي إلى توعية الشعب التونسي وذلك بالعمل على تطوير عقليته حتى يتفتح على الحضارة الغربية والأفكار الحديثة، وقد امتدت هذه المرحلة إلى 1907. ثم تلتها مراحل سياسية تتمثل في حركة الشعب التونسي بزعامة علي باش حامبة التي قامت بالدفاع عن حقوق الشعب التونسي وبالتنديد بالتجاوزات الاستعمارية وطالبت بتشريك التونسيين في تسيير شؤون البلاد. ثم الحزب الحر الدستوري التونسي بزعامة عبد العزيز الصعالبي الذي وقع بعثه سنة 1920، وقد طالب هذا الحزب بإحياء دستور 1861 وهو أول دستور يصدر في العالم العربي الإسلامي لتوفير كل الضمانات للتونسيين وحمايتهم من جميع التجاوزات وإقرار المساواة بينهم وبين الجالية الأوروبية القاتلة البلاد التونسية. التفاف شعبي ضد عدو يسلب حرية الشعب ويكتم أنفاس البلاد. دعمته خطوات أخرى قادت تونس إلى الاستقلال الداخلي ومنه إلى الاستقلال التام. أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة تونس علي المحجوبي. في 2 مارس 1934 وقع بعث الحزب الحر الدستوري الجديد الذي وصل النضال من أجل الدستور والمساواة، وكان الخلاف بين الحزب الدستوري القديم والحزب الدستوري الجديد لا يخص المبادئ والأهداف بل طرق النضال. فالحبيب بورقيبة وزملائه كانوا يعتبرون أنه لا سبيل للضغط على فرنسا والحصول على تنازلات منها دون اقحام القوى الشعبيه على الساحه السياسيه، وبهذه الطريقه توصل الحزب الحر الدستوري الى تحرير البلاد التونسيه من الاستعمار الفرنسي. وافقت فرنسا على الاستقلال الداخلي في 3 جوان 1955، ثم بعد اقل من سنه على الاستقلال التام. وعملت الحكومه على ترسيخ هذا الاستقلال وذلك مع اجلاء الجيش الفرنسي سنه 1958 من كامل البلاد التونسيه باستثناء قاعه بنزرت التي وقع الاجلاء عنها في 15 اكتوبر سنه 1963. في 12 مايو 1954 تحقق الجلاء الزراعي أي تأمين الأراضي المعمرين، وقد حرص الحبيب بورقيبة على إمضاء هذه القرار على نفس الطاولة التي أمضى عليها أحمد الصادق بي معاهدة باردو 12 مايو 1881. ذكرى وراء ذكرى تطوي تونس صفحة من تاريخها لتفتح نحو المستقبل آفاقا جديدة. الذكرى 59 للاستقلال تحل اليوم وتونس تكتب تاريخ الجمهورية الثانية متطلعة للأفضل بكل تأكيد، ولكن حذرة من مخاوف كثيرة باتت تتهدد البلاد والعباد. ولكن تونس عصية أبية، والتونس لبلاده سند وسد منيع. ثقافة الوحدة الوطنية ضد الإرهاب هي ثقافة متأصلة فينا. المواطن شاد في حماية روحه وحماية بلاده وحماية مصالحه. كل المواطنين التوانسة نساء ورجال شيوخ وشباب مجندين مع جيشنا العظيم. الأمنيين بتاعنا نخليهم يخدموا مرتاحين. جيش تونس قاعد يخدم في خدمته. عندي ثقة كبيرة برشا في تونس وفي أمنها وفي حكومتها في شعبها. تونس تجاوزها علاش لا مادام خرجت قبل فرنسا. بالأمس كان الاستعمار يتربص بالبلاد، اليوم إرهاب عدو كريه يتخفى خلف الظلامية ورائحة الموت يتربص بالحياة. أشرف ما ماتش، أشرف لتونس، أشرف ضحى بدم على خاطر تونس، أشرف الثاني على تونس. أشرف قول لي أمي علم تونس هنا وانت هنا، أمي لو قلت على سنين راهو تونس في دمي. هذا صوتها أم الشهيد أشرف أحد شهدائنا اليوم. أشرف سقراط بالعيد البراهمي أيمن تتعدد الأسماء والدم واحد، دم أبناء تونس البررة يسقي أرض الوطن ليحيا الوطن. تونس التي بالأمس حازت استقلالها بدماء شهداء بررة من الواجب تحيتهم في مثل هذه الذكرى، وهذا صوتهم، صوت كل شهيد وصوت كل تونسي. أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي سباحة، شرعتي حبك العميق لا أبالي وإن أريقت دمائي، فدماء العشاق دوما مباحة.
عشاقا للوطن نبقى، نموت نموت ويحيا الوطن. أما الخونة فتلفظهم أوطانهم طال الزمان أو قصر، وتلقي بهم في مزبلة التاريخ، فلا عاش في تونس من خانها. حزينة تحيي اليوم تونس ذكرى استقلالها، وقد باتت ليلتها أمس الأول على وجع، ولكن تونس الخضراء بيضاء تبقى، أبدا لن يلطخها سوادهم. هنا الحياة، هنا الأمل. كل يوم وتونس بخير رغم الداء والأعداء والمحن. مع تحيات أحلام الجاسمي وكافة فريق قسم الأخبار.